بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درسنا اليوم، وسوف نتحدث فيه عن سياسة مصر أو سياسة محمد علي الخارجي، أو بالأحرى سوف نتحدث عن سياسة مصر في عهد محمد علي الخارجي. لم يكن لمصر قبل عهد محمد علي أي سياسة خارجية، أو لم تكن ممثلة في المحافل الدولية، وأرجع ذلك إلى أن مصر كانت تابعة للدولة العثمانية، طبعا منذ الدخول العثماني إلى مصر سنة 1517. النقطة الثانية أن السلطان العثماني هو اللي كان يمثل مصر أمام العالم، ومصر تتبع السلطان العثماني في حالة الحرب والسلم، بمعنى أنه أي اتفاقيات يوقعها السلطان العثماني أو أي معاهدات أو دخول حرب كانت مصر تعتبر ضمن هذه الاتفاقيات، لأنها كانت ولاية تابعة للأراضي العثمانية أو للدولة العثمانية. أيضا هناك مجموعة من العوامل وأسست على سياسة مصر الخارجية في عهد محمد علي، زي ما احنا شايفين الخريطة، وموقع مصر الجغرافي بتطل على بحرين بتربط قارتين آسيا وأفريقيا. فهذا الموقع الجغرافي كان له دور في سياسة مصر الخارجية، وأيضا كان له دور في أنه مصر كونت في عهد محمد علي رابطة عربية بتضم وادي النيل والشام والجزيرة العربية، وهذه الرابطة كانت موجهة طبعا ضد الدولة أو الرابطة العثمانية. طبعا دي بالنسبة للون الأحمر، ده موقع مصر بالنسبة للعالم القديم. محمد علي كان له محاولات للاستقلال عن الدولة العثمانية والانفراد بالحكم، يعني على أساس ما يكونش والي خاضع للسلطان العثماني. والمحاولات بتاعت محمد علي دي للاستقلال مرت بمرحلتين. مرحلة بنسميها مرحلة البداية أو التفكير في الاستقلال، ودي ممكن نقول كانت مرحلة سرية أو خفية. المرحلة الثانية وهي مرحلة الظهور بشكل واضح، يعني ظهرت أهداف محمد علي في الاستقلال. بالنسبة لمرحلة البداية، عندما دخل محمد علي الحرب الوهابية في شبه الجزيرة العربية، وده كان رغبة من السلطان العثماني، وهنا بدأ يفكر في الاستقلال. المرحلة الثانية وهي حروب خاضها محمد علي في الشام، ودي كانت موجهة ضد السلطان العثماني نفسه. توسعات محمد علي في السودان والجزيرة العربية أو في البحر المتوسط، اليونان إلى آخره، دي كانت تعتبر ظهير أو سند لمحمد علي. طبعا الحروب اللي خاضها محمد علي بناء على طلب ورغبة السلطان، وزي ما تعرفنا على بعضها، كان من أهدافها أيضا هو التخلص من محمد علي نفسه، مثل حروب الجزيرة العربية وحرب اليونان. بعد كده محمد علي دخل حروب رغبة منه أو على إرادة من محمد علي، مثل التوسع في السودان اللي كانت تعد امتداد طبيعي لمصر، وكذلك حروب الشام زي ما. بالنسبة لحروب الجزيرة بتاعت محمد علي، عندنا خريطة بتوضح توسعات محمد علي في الجزيرة العربية. هذه المنطقة المخططة هي توسعات محمد علي في الجزيرة العربية، زي ما احنا شايفين خط سير جيوش محمد علي إلى الحجاز ومكة، وكذلك نجد، والوصول هنا إلى
الضرعية اللي هي كانت مقر بالنسبة للوهابيين. هذا الجزء هو اللي استطاع أن يتوسع فيه محمد علي في الجزيرة العربية. طبعا بقية الأجزاء نتعرف عليها في وقتها، بس تعالوا نشوف هنا هنتعرف على النتائج التي ترتبت على الحروب التي خاضها محمد علي في الجزيرة العربية أو ما يعرف بالحروب الوهابية. هذه الحرب رفعت من قيمة وقدر محمد علي، وأصبح حاكم مستقل لمصر بدلا من والي تابع. تمام. وكذلك ثبتت مركز محمد علي في مصر. أيضا تولى محمد علي مشيخة الحرم المكي، وابنه إبراهيم أصبح واليا على جدة. أصبحت أو المجال المصري اتسع ليشمل ليضم مناطق أخرى مثل منطقة الحجاز اللي فيها الحرمين، وكذلك عسير، وجزء من اليمن زي ما لاحظنا في الخليطة والخليج العربي. كذلك هنا زي ما تعرفنا أيضا من شوية تكلمنا على تكوين رابطة عربية في مواجهة الرابطة العثمانية اللي بتضم الجزيرة العربية ووادي النيل. لكن هذه التوسعات لمحمد علي لم تنال رضا الدول الأوروبية، لأنها كانت ترى فيها خطرا عليها، لذلك كانت معارضة لهذه التوسعات لأنها فيها تهديد لمصالح هذه الدول الأوروبية. بعد ذلك أيضا عندنا حرب اليونان أو حرب المورا، واللي استمرت من 1821 إلى 1822. ودي احنا عندنا هنا المنطقة أو عندنا حرب المورا أو هذه المنطقة في بلاد اليونان هي اللي دارت فيها هذه الحرب. طبعا بالنسبة للنتائج اللي ترتبت على حروب محمد علي في اليونان، أيضا هذه النتائج كانت في صالح الجيش المصري وبناء قوة مصر، مثل أنه الجيش المصري اكتسب خبرات كبيرة في القتال. أيضا السلطان العثماني هنا منح محمد علي جزيرة إكريت، وأصبحت ولاية تابعة لمصر مكافأة لمحمد علي اللي هي جزيرة كريت. طبعا جزيرة كريت بتشمل هذه المنطقة، هذه هي جزيرة إكريت. يبقى إذا جزيرة كريت معنا باللون الأحمر أصبحت ولاية تابعة لمصر في عهد محمد علي. الخطوات الأخرى أيضا أو النتائج الأخرى أنه أيضا أصبحت مصر هنا بتفاوض مباشرة دون الدولة العثمانية. يعني هنا مصر أصبحت بتمثل نفسها وليس هناك من ينوب عنها لإنهاء الحرب. النقطة الأخرى كذلك وهي نمو فكرة الانفصال عند محمد علي عن الدولة العثمانية وتحقيق الاستقلال، بمعنى أنه أصبحت هناك رغبة جادة من محمد علي في الاستقلال عن الدولة العثمانية. أما بالنسبة للتوسعات في السودان واللي كانت من 1820 زي ما احنا شايفين هنا موقع مصر، والجزء ده اللي حصل توسع في عهد محمد علي في الجنوب. ومن ضمن المدن اللي بناها محمد علي الخرطوم وكذلك مدينة كسلة. وهنا هنشوف ده أيضا بيمثل تحرك الجيش المصري داخل السودان. طبعا توسعات
الأخرى دي أتت فيما بعد محمد علي. هناك نتائج ترتبت على ضم محمد علي للسودان، وممكن نسميها أيضا دور مصر أو رسالة مصر الحضارية في السودان. طبعا السودان قلنا كان امتداد طبيعي وما زال بالنسبة لمصر، وهنا هنلاحظ أنه مصر قامت بعدة أشياء، منها أنه أصبح هناك تعيين حكم الدار في السودان وله الاختصاصات سواء العسكرية أو المدنية. كذلك قسم السودان إداريا إلى مديريات على غرار ما حدث في مصر، مديريات والمديريات إلى أقسام. كذلك تم إدخال أو الاهتمام بالزراعة عن طريق إدخال محاصيل مثل القمح والخضروات والفاكهة. ومن الأشياء أيضا زي ما تعرفنا على الخريطة بناء مدن مثل الخرطوم وكسلى على النيل الأزرق. أيضا هذا ساعد فيما بعد كذلك على اكتشاف منابع النيل في عهد الخديوي إسماعيل. ده فيما يتعلق بالنتائج التي ترتبت على التوسع في السودان. أما بالنسبة للتوسع في الشام والأناضول، فمحمد علي قلنا كان من أهدافه أو حروب خاضها بإرادته كانت التوسع في الشام، وتطلع لضم الشام. يعني كان هناك مراحل لدى محمد علي وتفكير في ضم الشام. منذ 1810 طلب من السلطان أنه يتنازل له عن الشام مقابل مبلغ من المال. ثم بعد ذلك تقررت الفكرة عند محمد علي أثناء، وكانت حجة محمد علي هنا أهميتها في القضاء على الحركة الوهابية، لكن السلطان رفض. أيضا بعد الحروب اللي خاضها محمد علي في اليونان، وقلنا الحروب دي كانت من أجل السلطان، طالب محمد علي أو طلب من السلطان ضم الشام، لكن السلطان رفض وأعطاه بدلا منها جزيرة إكريت، ولأنه جزيرة إكريت كان فيها تمرد وكان بيصعب السيطرة عليها. يعني كان عاوز يسبب متاعب لمحمد علي وليس مكافأة. أيضا بعد ضم الشام هنا، أو أصبحت فكرة ضم الشام كبيرة لدى محمد علي بعد ضم شبه الجزيرة العربية والتوسع في السودان لتكوين رابطة عربية. وكان أيضا الهدف الأساسي عند محمد علي هو تأمين الحدود الشمالية الشرقية، وأيضا هنا كانت تسيطر القوات العثمانية، فكان يرغب في تأمين هذا الجانب. هناك أسباب معلنة وأسباب غير معلنة أو أسباب مباشرة لحروب محمد علي في الشام. السبب المعلن للناس هو أنه هناك فلاحين مصريين هربوا إلى بلاد الشام، ومحمد علي يرغب في إعادتهم أو محاكمتهم لأنهم هربوا من التجنيد ودفع الضرائب. طبعا والي عكا هنا رفض إعادتهم إلى مصر بحجة أنهم رعايا عثمانيين ومن حقهم اللجوء إلى أي مكان تحت سيطرة الدولة العثمانية، سواء مصر أو الشام أو تركيا. أما الأسباب الحقيقية لحروب الشام فزي ما احنا قلنا كانت رغبة محمد علي في تكوين رابطة عربية لمواجهة الرابطة العثمانية وتأمين حدود مصر الشمالية والشرقية. وقلنا أنه السلطان العثماني رفض أنه يمنح محمد علي ولاية الشام أكثر من مرة، فكان ما فيش حل أمام محمد علي إلا حرب أو الدخول في الحرب. عندنا أيضا هنا
إنه الجيش المصري حقق انتصارات عظيمة عام 1832 في الشام. إيه الدليل على ذلك؟ أن القوات المصرية دخلت إلى عكا، ثم دخلت إلى دمشق وحمص، وأيضا تخطت الحدود الشمالية لسوريا، يعني بدأت تدخل في الأناضول أو الأراضي العثمانية. زي ما احنا شفنا استولت القوات المصرية على أراضي الأناضول وأدنى، ووصلت طريقها أو وصل إلى الأستانة عاصمة الدولة العثمانية. بمعنى هنا أن محمد علي أصبح بيشكل خطر كبير على السلطان العثماني. أما دور مصر الحضاري في بلاد الشام، فهنلاحظ أنه مصر فرضت الأمن والنظام وأصبح التجنيد إجباري. أيضا تم الاهتمام بالزراعة والتجارة، أصبحت هناك سلطة أو حكومة مركزية في مصر تدير الشام، إخضاع الإمراء الإقطاعيين ونزع السلاح منهم. لكن هنا انتصارات محمد علي وتهديده للسلطان العثماني أثار الدول الأوروبية. طبعا لم يكن الهدف هو خوفا على السلطان العثماني، ولكن محاولة تقليص دور محمد علي، وأنه محمد علي أصبح بيمثل تهديدا للدول الأوروبية. لذلك الدول الأوروبية عقدت صلح يسمى صلح كوتاهية، وأيضا ده في تركيا، بين محمد علي والسلطان العثماني. وهنا هنلاقي أن الدولة المصرية طبقا لهذا الصلح بدأت أو توسعت، حيث أصبحت الشام الأراضي الخاضعة لمحمد علي. وهنا السلطان وافق أيضا على وجود سلطة لمحمد علي في معظم الجزيرة العربية والحجاز وجزيرة إكريت. بمعنى هنا أنه السلطان أو المناطق التي توسع فيها محمد علي وسيطر عليها أصبحت أيضا رسميا وبموافقة السلطان العثماني ضمن الأراضي المصرية. هنشوف صلح كوتاهية. طبعا قلنا الأطراف كان السلطان العثماني ومحمد علي. الظروف أو الأسباب التي أدت إلى عقد صلح كوتاهية، قلنا انتصارات الجيش المصري أو القوات المصرية في الشام، ورأت الدول الأوروبية أنه في ذلك خطر عليها. نصوص صلح كوتاهية أنه بسط محمد علي نفوذه على الشام وأدنى، وتأييد سلطان محمد علي على الجزيرة العربية. أهم النتائج هو اتساع الدولة المصرية زي ما تعرفنا، وأنه محمد علي فكر في إعلان الاستقلال عن الدولة العثمانية، وده بسبب دسائس السلطان ضده في الشام. لكن هنا الدول الأوروبية لم تؤيد محمد علي في فكرة الاستقلال عن الدولة العثمانية، وأن هذا الصلح كان صلح مؤقت، لأن السلطان كان يرغب في استئناف الحرب ضد محمد علي. وأكبر دليل على ذلك أن السلطان راح عقد معاهدة مع روسيا، وهذه المعاهدة كانت سرية لمواجهة محمد علي عسكريا. المعاهدة السرية اللي عقدها السلطان العثماني مع روسيا سنة 1833، وقلنا أيضا السبب هنا توسعات محمد علي وازدياد نفوذه على حساب السلطان العثماني، ورغبة السلطان العثماني في تقليص دور محمد علي. وكانت هذه المعاهدة اللي وقعت مع روسيا بتلزم الطرفين أنه يساعد كل منهما الآخر أمام أي خطر خارجي أو داخلي. يعني هذه المعاهدة كانت موجهة ضد محمد علي، وده ممكن ناخدها أيضا بشكل سؤال. لو قلنا أيد بالأدلة
أن السلطان العثماني أجبر على معاهدة أو اتفاقية كتاهية. ممكن نقول هذا الكلام إنه عقد معاهدة سرية مع روسيا لمواجهة محمد علي. أما موقف إنجلترا من توسعات محمد علي في الشام وبعد صلح كتاهية، إنه إنجلترا شجعت السلطان على إخضاع محمد علي حتى يتمكن من تطبيق شروط معاهدة بلطة. ومعاهدة بلطة ليمان دي أيضا كانت معاهدة تجارية 1838 وعقدتها إنجلترا مع السلطان العثماني، وهنا وافقت عليها فرنسا. وكانت إنجلترا هنا بتحرض السلطان العثماني على قتال محمد علي. وهنا فشلت مساعي الصلح بين السلطان محمد علي، وقامت معركة تسمى معركة نيديب أو على الحدود التركية. وهنا حصلت مواجهة بين محمد علي في معركة نيديب على الحدود التركية شمال مدينة حلب. النتائج المترتبة على هذه المعركة تمثلت في هزيمة الجيش العثماني، هنا هزيمة كبيرة، وقام قائد الأسطول العثماني بتسليم أسطوله إلى محمد علي دون قتال، وهنا زادت قوة محمد علي برا وبحرا. وهذا أيضا الانتصار أثار مخاوف الدول الأوروبية، وبدأ يثير مسألة توازي القوى في المنطقة، وكانت الدول الأوروبية رافضة طبعا لتفوق مصر أو محمد علي. فتدخلت الدول الأوروبية في مفاوضات مع السلطان العثماني، ووقعت معاهدة أو تسوية تسمى معاهدة لندن سنة 1840. بالنسبة لمعاهدة بلطة ليمان، طبعا أطراف المعاهدة كانت اتفاقية بين بريطانيا والدولة العثمانية. عرفت بهذا الاسم المكان اللي عقدت فيه تركيا، وكانت بتنص على إلغاء نظام الاحتكار التجاري اللي بيتبعه محمد علي، ويبدأ تنفيذ المعاهدة سنة 1839. أسباب المعاهدة هو غضب الدول الأوروبية على محمد علي لاتباع نظام الاحتكار، وأن ده في تهديد لمصالح هذه الدول. أيضا سؤال بما تفسر وقف نظام الاحتكار الذي اتبعه محمد علي في طريق التجارة الأوروبية؟ قلنا لأنه أغلق الأسواق أمام التجارة الأوروبية، وبالتالي هنا كان في مشكلة للدول الأوروبية في تصريف منتجاتها في الشرق، خاصة بعد قيام الثورة الصناعية وزيادة المنتج. محمد علي هنا رفض هذه الاتفاقية، وكان سبب رفضه هو حفاظا على الإنتاج المحلي في مصر، وحفاظا على قدرته في أو على التسويق في الخارج. لكن هنا حدثت أزمة سياسية بين محمد علي والسلطان العثماني بسبب أن توسع محمد علي في الشام، واضطر إلى تنفيذها حسب تسوية أو اتفاقية لندن 1840. المعاهدة دي بلطة ليمان كان لها آثار على التجارة المصرية أو على الاقتصاد المصري. طبعا سقط نظام الاحتكار، وبدأت الدولة ترفع يدها عن الإشراف على الاقتصاد،
بدأ دخول المستثمرين الأجانب في مجال التوظيف والمال والإنتاج. هنا أصبح هناك مناخ من الحرية الاقتصادية، لكن ذا كان بيصب في مصلحة الأجانب، وفتحت الأسواق أمام المنتج الأجنبي وخاصة الإنجليزي. ومن هذا عرفنا أيضا المكاسب اللي هي سوف تعود على الدول الأوروبية وإنجلترا، يعني في آثار سلبية بالنسبة للاقتصاد المصري. أما معاهدة لندن 1840 فوقعت قلنا بعد تدخل الدول الأوروبية بين السلطان العثماني والدول الأوروبية ما عدا فرنسا. وهذه المعاهدة نصت على تالي أن يكون حكم مصر لمحمد علي وخلفائه وراثيا وعكا طول حياة محمد علي. أيضا جزيرة كريت والحجاز وأدنى تعود إلى السلطان العثماني، وكذلك إعادة السلطان الأسطول اللي هو استسلم إلى السلطان العثماني. دفع جزية سنوية للسلطان العثماني. أيضا قوات محمد العلي البرية والبحرية تعد جزء من قوات السلطان العثماني وفي خدمته، يعني دخول السلطان العثماني في حرب في أي لحظة يطلب من محمد علي إعداد جيش أو إرسال جيش. محمد علي يلتزم بتطبيق كافة المعاهدات التي عقدها السلطان العثماني مع الدول الأوروبية، وخاصة معاهدة بلطة ليمان التي قضت على الاحتكار. وأنه محمد علي إذا رفض هذه الشروط خلال 10 أيام يحرم من عكا، وإذا استمر في رفضه يحرم كذلك من مصر. وإذا استمر رفض محمد علي هذه الشروط يبدأ الحلفاء اللي هم الدول الأوروبية والدولة العثمانية في استخدام القوة ضده والعمل على حماية عرش الدولة العثمانية أو السلطان العثماني. النتائج بتاعت هذه المعاهدة كانت كارثية بالنسبة لمصر، لأنها حرمت مصر من انتصاراتها الخارجية، يعني كل اللي حققه محمد علي من انتصارات وتوسعات سحب منه. فشل مشروع الرابطة العربية ومحاولة استقلال محمد علي والدولة المصرية عن الدولة العثمانية، لأنه هنا في التزام بالمعاهدات اللي وقعها السلطان العثماني، والجيش خاضع أو يعد تحت تصرف السلطان العثماني. كذلك انهيار نظام الاحتكار وإشراف الدولة على الاقتصاد، وقلنا ده أعطى فرصة للدول الأجنبية للدخول في الاقتصاد المصري والسيطرة عليه. طبعا رفض محمد علي تنفيذ المعاهدة في البداية، وده كان بتحريض من فرنسا، لكن بعد ذلك تخلت فرنسا عنه وبدأت تقوم ثورة ضده في الشام، وبدأت الدول الأوروبية تستعد لحصاره والدخول في حرب ضده، فاضطر إلى قبول هذه المعاهدة اللي هي معاهدة لندن 1840، والتي تعد قضت على آمال محمد علي. وهنا السلطان العثماني أصدر وهنا بدأ السلطان العثماني أيضا تقييد محمد علي أكثر وأكثر. يعد تكملة لمعاهدة لندن، فأصدر فرمانين في 1841 وأخروا استقلال مصر، وربط مصر بعدة
قيود. الفرامين اللي ربطوا مصر بعدة قيود، من هذه القيود إنه أبناء محمد علي عندما يتولوا الحكم هنا يصدر فرمان بذلك من السلطان العثماني. أيضا أن مصر تلتزم بتنفيذ المعاهدات التي عقدها السلطان العثماني، وأيضا أن تكون العملة أو النقود باسم السلطان العثماني، وجمع الضرائب باسم السلطان العثماني، وأنه الدولة المصرية أو أن مصر ترسل ربع إرادتها إلى السلطان العثماني، ووضع قيود على الجيش العثماني بمعنى أن الجيش لا يزيد عن 18,000 مقاتل وقت السلم، ولا تبنى سفنا حربيا إلا بموافقة السلطان العثماني. بالنسبة للنتائج اللي ترتبت على الفرامين اللي أصدرهم السلطان العثماني سنة 1841، تمثلت في تأخير استقلال مصر زي ما تعرفنا. أيضا استمر وضع مصر طبقا لمعاهدة لندن والفرامين حتى تولى إسماعيل، وربطت مصر بعدة قيود اللي احنا استعرضناها، من حيث وضع قيود على الجيش المصري، وكذلك الضرائب والعملة باسم السلطان العثماني، وانهيار سياسة الاحتكار. طبعا هنا لو خدنا سؤال، اتفقت انجلترا وفرنسا على محمد علي اقتصاديا واختلف عليه سياسيا. هنا اتفقت انجلترا وفرنسا على محمد علي اقتصاديا من خلال معاهدة بلطة اللي وقعتها بريطانيا مع السلطان العثماني، ووافقت عليها فرنسا لإسقاط نظام الاحتكار. واختلفت انجلترا وفرنسا على محمد علي، حيث عقدت بريطانيا معاهدة لندن 1840، وذلك للقضاء على قوة محمد علي، وفرنسا طبعا لم تكن من الدول الأوروبية. دي منطقة كريت زي ما تعرضنا أو تعرفنا، وهنا معانا الأناضول، ودي المناطق اللي كان ضمها محمد علي، الأناضول والمورا وإكريت، وكل ده سحب من محمد علي طبقا لمعاهدة 1840. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.